السلام عليكم ورحمة الله. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن إجمالي تعهدات الأطراف المشاركة في مؤتمر المانحين لصالح المدنيين السوريين والذي عقد في الكويت تجاوز $1.5 مليار. وتعهد بان كي مون في مؤتمر صحفي في خضم مؤتمر المانحين بمواصلة دعم السوريين في أزمتهم حتى انتهائها. في الكويت تداعى المجتمع الدولي لنجدة السوريين، إذ أقرت 80 دولة ومنظمة أكثر من $1.5 مليار رصدت للاجئين الذين اقترب عددهم من 1,000,000 لاجئ وللنازحين في الداخل السوري. إن التقارير المفزعة والأرقام المخيفة والحقائق الموثقة التي تنقلها الوكالات الدولية المتخصصة والتي نتابعها بكل الحسرة والألم تدعونا إلى الخوف على مستقبل وأمن سوريا. أكثر من 60,000 شخص قتلوا في سوريا في 22 شهرا الماضية، هكذا تقول الأمم المتحدة التي نادى أمينها الحكومة السورية باسم الإنسانية أن أوقفوا القتل في سوريا. سوريا التي يعاني 4 ملايين شخص فيها حسب الإحصاءات الأممية من نقص حاد في الغذاء والدواء. قمنا بجمع أكثر من $1.5 مليار من أجل الاستجابة للأزمة السورية، ونحن نبعث برسالة للسوريين من هنا أنكم لستم وحدكم، العالم برمته إلى جانبكم في هذه الأزمة التي تعيشونها، وسنواصل صمودنا إلى جانبكم إلى حين إخراج سوريا من براثين هذه الأزمة وإلى حين إنقاذ الشعب السوري. تونس ما بعد الثورة قدمت مبادرة لحل الأزمة من 5 خطوات تضمنت تنظيم مرحلة انتقالية تحت إشراف قوة حفظ سلام عربية تشارك فيها تونس. أما بعض دول الجوار السوري والتي حضرت بتمثيل رفيع فلم يخفي قادتها تأثرهم بالأزمة، موجهين الدعوة للمجتمع الدولي لتقاسم الأعباء معهم. لقد استقبل الأردن وما زال يستقبل مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وقد تحمل في سبيل توفير الخدمات الإنسانية والأساسية لهؤلاء اللاجئين. تعهدات والتزامات لعل مؤتمر الكويت تمكن من خلالها من سد ثغرة في احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين، وبقي أن تتحول هذه الوعود المليونية إلى خطوات ميدانية تضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها في سوريا وما حولها من بلدان أصبحت ملاذا للاجئين. أعداد اللاجئين في مخيمات دول الجوار آخذة في الازدياد، إذ تستضيف لبنان وتركيا ثلثيهم، في حين تأوي الأردن قرابة الربع في أوضاع لا يحسدون عليها. وتقول إحصاءات أممية إن أكثر من نصف اللاجئين السوريين هم أطفال لا ذنب لهم فيما يجري. عاصم الغامدي، الجزيرة، الكويت.